كسور، حروق، ندبات مؤلمة تؤرق بال من سمع بتفاصيلها. فكيف الحال مع ضحيتها البالغة من العمر 11 ربيعا؟ الأصعب من ذلك أنها تعرضت لذلك في كنف أهلها. هذا ما عانته طفلة يمنية قضت قصتها المتداولة مضاجع اليمنيين. كيف انتهى بها الحال بهذه القصة المأساوية؟ نحذر مشاهدينا قبل الخوض في التفاصيل، قد يرى بعض المشاهدين هذه المشاهد مؤلمة. فبحسب ناشطين هذا السكين وهذا حرق. هي كلها عمتك. هذا الحرق يعني كل يوم تحرقك وتضربك واصل وابك ايش كلها. هذا شو؟ فبحسب ناشطين حقوقيين تعرضت الطفلة لتعنيف ومعاملة قاسية من قبل والدها وزوجته لدرجة أفقدها النظر في واحد من أعينها، ثم سلمها أبوها إلى أخيه الذي قام بدوره بتعنيفها ومعاملتها كالخادمة، ثم باعها ب200,000 ريال يمني على أن يقتسم المبلغ مع والدها. ثم قاموا بتزويجها لرجل مسن، وتم تزوير سنها ل19 عاما بدلا من 11. يوضح تقرير طبي نشره ناشطون أن الإصابات قد غطت كامل جسمها. التقرير فصل 31 إصابة، نتحفظ على ذكر جميع التفاصيل الواردة في ذلك التقرير، لكن نجملها في التعرض لكسر في المرفق الأيسر، كسور في الأسنان الأمامية، ندبات في اليدين والكتفين والرقبة والظهر وغيرها من مناطق الجسم. ويختتم التقرير بملاحظة تقول إن كل الندبات الموجودة ناتجة عن حروق. تدور أحداث هذه القصة المأساوية في محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وبعد هذا التعنيف قامت زوجة المسن بتهريب الطفلة إلى الشخص الذي سيظهر في هذا الفيديو بجانبها. اتصل أبوها مثل ما توصف لنا بزوج أخته، قال له تعال خذ البنت علا خلها عندك تخدمك، بيعه، تصرف به. سوى اعلان بعدما اشتغلت عنده شغله اشغال شاقه وضرب وهيانه وجوع ووجع، فالاعلان وسداه على انه يستعقد به، واخذه وسار الى صنعاء. جابوا شهود زور بان عمره 19 سنه مثل ما تقول لي، وجابوا له ورقه العقد بصمت بينه، وروح محمد وهو متزوج وله بنات وأولاد، وسام سوء العذاب، أشغال شاقة، وهي في حالتها هذه الذي يرثى لها الجبين. كذلك يضيف نفس الشخص أن الطفلة قد لجأت إليه من مكيدة لقتلها، وطشت منهم بعدما سمعت أنه مهددة بالغرق أو سكع بين نضاحه، ما درت أين تروح. قالت إن اتجهت عند عمتها وزوجها بيردوها لعند عمتها وابوها او يقضوا عليها، يعني الثلاثه الجهات. انت ولا ولتي؟ قالت انا بوجهك وبأرضك، تقدر تحمني وتنقني والكلا في عيوني. على مواقع التواصل طلب الناشطون بإنزال أقصى العقوبة بحق من تثبت عليهم الجريمة. هنا مثلا هاني الراشد يقول: إذا كان هذا الموضوع حقيقي فالأب يعتبر مجرما وواطي بغض النظر عن أي سبب، في لذة كبده يرميها في سن الطفولة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما يثرب سكارف القاضي الشرعي اللي عقد فيها لا يروح كيف يعقد بطفلة بدون ما يتأكد من البطاقة ومن عمر البنت ويسأل البنت عن الزواج. أما هنا تدوينة أمجد: هذه عمايل الفقر، وما دام الوضع راقدا في حاله لا حرب ولا سلم، القادم أقبح بحسب نظره. القيادي الحوثي ورئيس وكالة أنباء سبأ
نصر الدين عامر يقول: تم القبض على الزوج ومن ثم تم إسعاف الطفلة للمستشفى وتحويل القضية إلى البحث الجنائي. وبعد التحقيق والقبض على أبي الطفلة وزوجها وأحد الشهود الذي شهد بأنها بنت 19 عاما لكي يتم تزويجها، تم تحويل القضية إلى النيابة وما زالت الإجراءات مستمرة. رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري التي تابعت قضية الفتاة شرحت لترندنج أسباب وقوع وتكرار هذه الحوادث